السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد. طبعا هذا الفيديو راح نتكلم بيه عن شلون انا نفسي تخلصت من الخوف من الامتحانات، وهاي الطريقة مضمونة باذن الله 100%. يعني جربتها من انا تقريبا صف رابع اعدادي ونجحت ويا هاي الطريقة. يعني كنت اخاف من الامتحانات خوف مو طبيعي، يعني خاصة مثل باكر امتحان خوف مو طبيعي. قبل ما نبدأ حساب مال انستا، اذا عندكم شيء يعني، او التليجرام اذا عندكم استفسار او شيء حطهن باول تعليق، لان البايو ما اقدر احط بيه روابط. تقدرون تسالوني وان شاء الله نكون يعني عند حسن ظنكم. طبعا اول طريقه هي روحتك للقسم اللي راح تمتحن بيه. اوكي والمركز الامتحاني هناك شنو لازم تسوي؟ لا تراجع هناك ابدا ابدا، لا تراجع، لانك راح تسوي جريمه لمعلوماتك. شلون اسوي جريمه؟ راح تنمسح معلوماتك. زين شلون؟ خلينا نعطيك سبب من الاسباب. انت تقرا على مدرس وصاحبك يقرا على غير مدرس، انت ما اخذت ملزمتك اللي مال المدرس تقرا عليه. رحت منين نسيت تعريف، رحت منين تاخذه من المدرس اللي يقرا عليه صاحبك. حلو، صاحبك التعريف مالته يختلف عن تعريفك، من الاثنين صح، بس انت حافظ ذاك التعريف، راح تيجي تحفظها، راح تلوص عليك المعلومات كلهن، راح تبقى تفكر بيه. فهذه المعلومة انه لا تراجع قبل الامتحان ابدا ابدا ابدا، يعني قبل الامتحان بساعة، يعني من تروح للمركز، مو قبله بيوم تصدقون. حلو، هذه واحدة. النقطة الثانية والمهمة انه من تدخل قاعة الامتحانات، اول شيء لا تظل تتلفت يعني يمين ويسار وتاخذ يعني نظرة المراقب عليك، فالمراقب يبدأ يراقب بيك، فراح تسوي عندك توتر. اوكي زين. قبل لا تستلم الأسئلة شو تسوي؟ اخذ نفس عميق، شهيق وزفير. شهيق وزفير 5 مرات 6، راح تهدى وما يكون عندك اي خوف. يعني هذه الطريقة مضمونة 100%، يعني مجربها اني والحمد لله. كل امتحان دا اجربه تاخذ شهيق وزفير 5 مرات اكثر، بحيث يعني راح تهدى وترتاح. حلو. ومن تجي الاسئله لا تقلب بالاسئله مباشره، ابدا جاوب. يعني لا تقوم تقلب سؤال اول سؤال ثاني وسؤال ثالث، انت مو دور اول حتى تريد تاجل، لا، قبل جاوب على الاول، ما عرفت على الثاني، وهكذا حتى تتعود. حلو، هذه الطريقتين، وان شاء الله تنجح عندكم وجربوها. طبعا يعني راح يكون المحتوى القادم راح يكون يعني محتوى خرافي وراح يعجبكم ان شاء الله. اتمنى استفاديت من الفيديو، كان وياكم احمد.